مشاهدينا ومتابعينا، اهلا بكم في حلقتنا اللي هنتكلم فيها النهارده عن موضوع مهم جدا يخص كل بيت وكل اسره، وهو قانون الاحوال الشخصيه. امتى الزوجه يعني ما تستحقش نفقه المتعه بتاعتها غير حالات الخلع؟ ازاي القاضي بيقدر ماليا وماديا نفقه المتعه؟ بالنسبه للخلع يعني خلاص هي ملهاش نفقه متعه، فالزوجة لا تستحق موضوع المؤخر. وجرى العرف في المحكمة اللي بتقدره 24 شهر. هي مالهاش مقاييس، هي تبقى سلطة تقديرية للمحكمة، ولكن بتبقى نسبة وتناسب على إثبات الدخل. في حالة إرسال الزوج النفقة عبر طريق برنامج فودافون كاش أو أي وسيلة من وسائل الدفع، هل ده القانون بيعتمدها؟ الزوج بيقوم بإيداع المبلغ في البريد المصري، وطبعا بياخد إيصال بالمبلغ، والايصال ده بيعد بمثابه اللي هو خلاص تم ايداع المبلغ. ولكن لو الزوجه ما استلمتش الفلوس، بالنسبه للزوج برضه هو خلاص هو حط المبلغ. لو ظهور الام مع طفلها يعني في مناظر خادشه للاحياء، ده يرفع مثلا يسقط الحضانه؟ يعني المفروض الزوجه تبقى امينه على الاطفال. فالنهارده لو هي بتعمل حاجات شبه كده، حاجات يعني خادشه للحياء على التيك توك وكده، فده طبعا سبب فعلي اللي هو اسقاط الحضانه. احنا سياده المستشار مصطفى الجلادي، اهلا وسهلا بيك. في حاله ترك الزوجه لمنزل الزوجيه لسبب خاص بيها او ان الزوج طردها، اي الحالات دي اللي يفترض فيها ان الزوج يقدم فيها انذار طاعه او يرفع دعوى نشوز على الزوجه؟ كون ان هي خرجت عن مسكن الزوجيه فهي تعتبر خرجت من طاعه الزوج. ان المسكن غير مهيأ ليها او هي مش عاجبها المسكن او فيها جيران مزعجين، دي بتقام من طرف الزوجه، تذكر فيها كل الاسباب ان الزوج غير امين عليها، ان مسكن الزوجيه غير صالح للسكنه، وساعتها المحكمه يا بتقبل الانذار يا اما بترفضه وبتعتبر زوجه ناشزه. انا بتكلم على ان انذار الطاعه كموضوع انا ما برشحش بيه. سيادة المستشار، كيف تستطيع الزوجه اثبات دخل الزوج في حاله وجود عدم وظيفه حكوميه؟ هو ما بيشتغلش، يبقى حله دلوقتي ان احنا عن طريق تحريات المباحث او اجتهاد الزوجه الشخصي. قدرت انا اجيب ورق واقدمه للمحكمه يثبت القدره واليسار، يبقى انا كده تمام. ما قدرتش، اوجه اللي قايم بتحريات المباحث ويقدر هو يقوم بالكلام ده ويرشد عنه. ولذلك يعني انا بفكر ان احنا نخصص لها حلقه قادمه اخرى علشان نستفيد فيها بشكل اكبر واعمق. شكرا جزيلا لكم، وانتظرونا في حلقه قادمه.